السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده بإذن الله هنكمل الفيديو اللي احنا كنا بدأنا فيه المرة اللي فاتت، واللي كان بيتكلم عن العربي وفروعه، نحو وأدب وبلاغة وقراءة متحررة ونصوص متحررة، واللي عرفتكم ازاي تذاكروهم وتلخصوهم وتحلوا عليهم. ان شاء الله بإذن الله هنتكلم النهاردة عن التعبير لأننا نسينا نتكلم عليه. تاني حاجة وهي الأخطاء اللي أنا وقعت فيها واللي خلتني أنقص 8 درجات ونص. تالت حاجة قصة ملهمة جدا 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 ليكم في مادة العربي، وهو صاحبي اللي كان بادئ في آخر رمضان والحمد لله جاب 79 وكانت مادة العربي هي السبب إنه يدخل كلية طب المنصورة. أعرفكم إن شاء الله هو عامل إيه وذاكر إزاي ولحق يلم الفروع كلها إزاي. نبدأ بأول حاجة وهي التعبير. التعبير في منه نوعين. النوع الأول واللي هو بيكون مقال، كلمة افتتاحية بتكون حوالي 6 سطور. تمام. النوع ده لازم تتدرب عليه. طب تتدرب عليه ازاي؟ هسيب لكم فيديو حلو قوي لامم كل حاجة عن التعبير لمستر رضا الفاروق ومستر محمد صلاح. شوف انت حابب تتفرج عليه، هسيبهم لكم في الوصف بإذن الله. بالنسبة للكلمة الافتتاحية انت هتتدرب عليها من دلوقتي. يعني مثلا هتسمع الفيديو ده، هتكتب مثلا في الأسبوع موضوع تعبير، وكل ما الامتحانات تقرب تبدأ تزيد. مثلا قبل الامتحانات بشهر، لا خلاص في الأسبوع 2، في الأسبوع 3. تمام. وكل ما تقرب بإذن الله الموضوع معاك هيتظبط. تمام. أهم حاجة هتراعيها في موضوع التعبير إن أنت تكون محسن خطك. تمام. تاني حاجة بيبقى جايب لك تستشهد بآية أو حديث، تحفظ شوية استشهادات، لا إما من كتاب الامتحان أو من كتاب كيهان. أي كتاب معاك بيبقى جاي في فرع التعبير شوية استشهادات كده من القرآن والحديث، برضو لازم تحفظهم. تمام. وتاني حاجة هي علامات الترقيم وإزاي تكتب الهمزة والكلام من ده. وكتابة الهمزة دي مهمة جدا في التعبير. بيجيب لك أسئلة عليها، يجيب لك مثلا السؤال ويقول لك المكان الصحيح للهمزة، فلازم أنت تكون مراجع على الوحدة الأولى اللي فيها الهمزات وعلامات الترقيم وكل ده. النوع التاني من التعبير وهو اللي بيكون مثلا جايب لك 4 فقرات ويقول لك رتبهم لي، 1 2 3 4 رتبهم لي بقى. تمام. النوع ده برضو هتجيبه، هو بيبقى رخم شوية، هو ما جاش السنة اللي فاتت ولكن كان جايبه في 22 21. انت برضو من التدريب والقراءة بتاعهم وكل ده هتتعود عليه بإذن الله. تمام. طيب والنوع التاني هقول لك مثلا بيبقى جايب لك فكرة بيتكلم عن موضوع معين وجايب تحته 4 اختيارات. يا إما يقول لك استخرج الفكرة اللي لخصت الموضوع ده اهو، يا إما يقول لك استخرج الفكرة الخاطئة. تمام. اللي ملهاش علاقة بالفكرة اللي هو جايبها لك دي. السؤال بقى اللي منتشر كتير اللي هو يجيب لك فقرتين يقول لك مثلا العلاقة بينهم زعم وتفنيد، مثلا ظاهرة وتفسير، سبب ونتيجة. ده برضو لازم تتدرب عليه وتحل عليه كتير عشان بيبقى سؤال مهم أوي. كده الحمد لله انتهينا من التعبير. ندخل بعد كده عن الأخطاء اللي أنا وقعت فيها في امتحان العربي. أولا كده أنا كنت في كل المواد بعمل إيه؟ كان رقم واحد عندي هو الفهم، ثم أحفظ وبعد كده أربط المنهج. تمام. يعني ايه اربط المنهج؟ يعني مثلا لقيت حاجه اتذكرت في الباب الاول واتذكرت في الباب الرابع، اقوم رايح مجمعها في نفس الصفحه. تمام. لقيت مثلا في تجميعة سبائك مثلا، لقيت مثلا في العضويه بالذات لقيت مركب بيدخلك على عيله ويدخلك على عيله تانية وتالتة. الحاجات دي بتبقى مهمه قوي قوي في العضويه وبيسال عنها كتير في الامتحان. اخر حاجه بقى بالنسبه لي كانت الحل. هتقول لي يعني انت ما كنتش بتحل خالص؟ هقول لك لا، انا كنت طول السنه شغال من كتاب وبحله كله، واخر السنه جبت كتاب مراجعه، كتاب مراجعة واحد وما خلصتوش أصلا. النظام ده تعرف تطبقه على كل المواد وهيجيب معاك نتيجة ما شاء الله يعني كويسة جدا. ولكن العربي بالذات اللي ما ينفعش مثلا تقعد تضيع يومين 3 في إن أنت مثلا بتحفظ البلاغة أو بحفظ الأساليب وبحفظ العلاقات. لا، أنت فهمت، قرأت، عرفت مثلا كل حاجة، هتفضل تحل كتير بقى. من الحل الكتير أنت أصلا لوحدك هتحفظ كل الحاجات دي. تمام. يبقى العربي بالذات مش محتاج منك ان انت تقعد تحفظ كتير قوي قوي خصوصا في البلاغة. طيب بالنسبة النحو والادب انا عرفتكم في الفيديو اللي فات ازاي تذاكروهم وتلخصوهم بافضل طريقة واسهل طريقة ممكنة. الفيديو هيظهر لكم في علامة الاي فوق. تمام. الحاجة التانية اللي الناس برضو بتبقى خايفة منها ولا منها في العربي بالذات، انا هقول لك نصيحة لازم تمشي عليها الفترة اللي باقية. اغلط على قد ما تقدر، ولكن الفكرة اللي انت هتغلط فيها ما تكررهاش تاني. طيب لو انت سألتني على امتحان العربي بتاعنا هتقولي كان صعب ولا سهل؟ أقولك الامتحان بتاعنا ده مع اني كنت مقصر في العربي وكنت بتبع طريقة غلط اللي انا قلتها لكم دلوقتي، لكن الامتحان ده لو انا بحله في البيت الامتحان ده بأمر الله كنت اقفله او على الاقل انقص درجة او درجتين. تمام. هتقولي طب ايه اللي حصل معاك؟ هقولك اول حاجة حصلت معايا يوم امتحان العربي. كنت
كنت أنا بالليل مظبط الساعة بتاعتي وحاطط لها الحجاير وكل ده، وكانت الساعة شغالة وزي الفل. أنا بحتاج الساعة في إيه؟ الامتحان مثلا أنت هتحط لنفسك وقت معين للامتحان على حسب قدراتك انت. قدراتنا بتختلف طبعا، مثلا ساعتين. تمام. كنت مثلا النحو هحله في نص ساعة مثلا، قطعتين القراءة في ساعة إلا ربع مثلا، النصوص في كذا. فبالتالي انت بتبقى مقسم الامتحان. تمام. عشان ما تقعدش مثلا تغيب في قطعة قراءة كتير، وبقية الامتحان تتسربع فيه وما تعرفش تحل. فلازم انت تكون مقسم الامتحان، ولو مثلا في سؤال ناقصك او في اي حاجة ناقصاك تعلم عليها وترجع تحلها تاني بعد ما تكون خلصت الامتحان عشان ما تتوترش. وانا ماشي بقى يعني اول ما خرجت من البيت وهروح اوصل للميكروباص اللي هيوديني الامتحان، لقيت الساعة وقفت. طب ايه الحظ ده؟ فحسيت ان دي اشارة. فرحت الامتحان خايف وقلقان، انا مش كل شوية هقعد اسأل المراقب الساعة كام الساعة كام، يبقى برضه مشكلة كبيرة. فبالتالي ده اول مشكلة قابلتني، وهي ان الساعة بتاعتي وقفت. المشكلة التانية برضو إن كان في قلق شوية وكلام كتير في اللجنة، فده برضو قلل من نسبة التركيز عندي. فسبب إن أنا مثلا عارفين إن انتوا سؤال تلت التسعة غلطت فيه، لأن برضو ما كانش معايا ساعة والقطعة العلمية دي بتبقى كبيرة، أنا ببقى سايبها للآخر. فلما سبتها للآخر أنا ما كنتش عارف الوقت، فحليتها على السريع وغلطت. وده كان السبب إني أنقص 8 درجات ونص. فتاني نقطة تستفاد منها إن أنت تركز، تحضر ساعة وتقسم الامتحان زي ما قلت لك، عشان ده هيفيدك جدا جدا بإذن الله. بالنسبة بقى للقصة الملهمة اللي أنا بعتبرها يعني قصة كويسة جدا، يعني تستفيدوا منها وتعرفوا إن توفيق ربنا وتوكلكم عليه يعني مش هيضيعكم أبدا بإذن الله. صاحبي ده بيقول لي أنا كنت شغال مع المدرس اللي كنت معاه من أولى وتانية ثانوي. المدرس ده شرحه في النحو كويس جدا، ولكن أنا كنت بفهم منه أروح أقرأ القاعدة على السريع وأروح أحل، ما كنتش بحفظ. تمام. كنت فاهم ان النحو يعني ايه فهم وحفظ وقراءة كده على السريع من غير حفظ. دي كانت اول نقطة بغلط فيها. النقطة التانية المدرس ده ما كانش بيهتم بتسميع الادب، بحل واجب الادب ولا القطع القراءة المتحررة ولا النصوص. فبالتالي كنت بحل اي حاجة في الادب، ما كنتش بحفظ. يعني كنت مثلا لو عندي درس فيزياء ودرس عربي، لا اذاكر للدرس الفيزياء واسيب العربي لان المدرس بتاعه ما بيسمعليش وكده. فبالتالي بيقول لي انا كنت بغلط كتير، واحنا مثلا خلصنا النحو والادب اجي احل بغلط كتير قوي، سواء في الادب سواء في النصوص. ولكن جيت في اخر رمضان ادركت ان ما ينفعش كده، ولازم اتجدعن شويه عشان العربي ما يضيعنيش وكل الكلام الجميل ده. فربنا الهمه ان هو يشترك مع مستر رضا الفاروق. وهنا نقف عند نقطه مهمه جدا. ناس كتير بتحتار ما بين مستر رضا الفاروق ومستر محمد صلاح. هقول لك الاتنين كويسين قوي وهيفيدوك يعني وهيزودوا من معلوماتك، وممكن تقفل العربي بإذن الله على ايديهم. ولكن كل واحد ليه طريقته، وانت على حسب استيعابك منهم، على حسب ارتياحك للمدرس ده. تمام. انا بالنسبة لي مستر محمد صلاح هو قال لي انا اشتركت مع مستر رضا الفاروق. عادي، اللي انت عايز تشترك معاه منهم الاتنين اشترك معاه، هما الاتنين كويسين. فاشترك مع مستر رضا الفاروق وقال لي انا كنت بتفرج عليه هو بيحل ازاي، وبدأت أحفظ الأدب أكني بحفظه لأول مرة لأني مكنتش بحفظه. وبالنسبة للنحو لازم تحفظ القواعد، طالما فهمتها لازم تكون حافظها عشان مش كل شوية ترجع للشرح وتشوف القاعدة كانت بتقول ايه عشان تعرف تحل. يبقى أول حاجة هو عملها إن هو حفظ الأدب. تاني حاجة إن هو حفظ النحو، حفظ قواعد النحو بعد ما كان فاهمها طبعا. اتفرج على مستر رضا الفاروق وهو بيحل قطع قراءة كتير ونصوص كتير وأدب كتير عشان يعرف ازاي يطلع الإجابة من النص، واتبع برضو أسلوب مستر رضا الفاروق اللي هو كويس جدا برضو. فبالتالي كل المواضيع دي اتظبطت معاه. ولكن مع إنه اجتهد ولم كل الفروع يعني في وقت قياسي، برضو كان قلقان لأنه هو كان حاسس إن هو مداش العربي حقه، مع إنه اتحسن جدا ومستواه اتحسن وهو بيعرف يحل كل حاجة. ولكن حاسس إن هو مثلا مقصر، إن الناس اللي بدأت من أول السنة في مذاكرة العربي هتجيب درجة أحسن منه. فجت المفاجأة وجت يعني الخبر الحلو قوي إن هو جاب 79 من 80 في العربي. بعد ما كان بيقول إن العربي هو اللي هينقصني وهيقلل مجموعي، العربي هو اللي سنده ورفع من مجموعه. والحمد لله هو معايا دلوقتي في كلية طب المنصورة، وبيقول لي لولا توفيق ربنا والله أنا ما كنت يعني جبت الدرجة دي في العربي وما كنتش موجود في طب المنصورة. حتى يعني أنا بقول لكم من غير توفيق ربنا مش هتعرفوا تعملوا أي حاجة. عارف ناس بادئة من أول السنة واجتهاد
كنت بقول إن هم أصلا أنا جنبهم مفيش حاجة، ولكن آخر السنة ومع اجتهادك وتوفيق ربنا ودعاء الوالدين بتعدي بإذن الله. ده كان الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ودمتم بخير.